الو، وحشتيني قوي. ايه بكره؟ بصي، عشان انا مش عارف اطول معاك عشان مراتي بس بره. بكره ان شاء الله هقابلك بكره. خلاص ماشي حاضر. ابدا ما تفهميش غلط. دي زميلتي في الشغل. بتتصل بيا عشان افهمها بس المواعيد بتاعت بكره. ادي كل القصه. طبعا كلنا شفنا صاحبنا اللي وقع في الموقف الصعب ده. هو افتكر انه قفل الباب كويس ومحدش سمعه، لكن كان لازم يفكر ويعرف ان قبل مراته ما تدخل عليه ان في رب هو السميع العليم، سامع وعالم كل كلمة هو قالها للبنت اللي كان بيكلمها دي. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصحيح كما تدين تدان. ما فكرش انه في المستقبل ممكن حد حبيبه قوي، بنته او زوجته، يقع في الموقف ده معاه، وساعتها هو هيتأذي أذية كبيرة جدا زي ما أذى مراته. كان لازم صاحبنا دوت يفكر تفكير كويس جدا انه بالطريقة اللي بيعملها دي هيقع في طريق من الطريقين. الاول، لا اما يقع في الخطيئة واعوذ بالله هي الزنا، او انه هو هيوصل ان مراته تكرهه وتتطلق منه. اتمنى كل زوج بيخاف على بيته وعلى اسرته انه يراجع حساباته ويفكر انه لا يمكن ابدا يتبع الطريق الشر دوت. اخي اسمع كلمتي هتستفيد بيها جدا، واتمنى ان كل شخص يسمع الفيديو ده ينشره لعل الخير يعم. السلام عليكم.